السلام عليكم شباب، كالعادة رجعنا لكم فيديو جديد وبكارثة جديدة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك وسبسكرايب. وبما انه العيد الكبير قرب حبيت نشارككم معاناتي مع العيد، او بالاحرى معاناة توانسة مع العيد الكبير. وما نظنش كان واحد فيكم في الايامات الاخيرة مشاش للرحبة وسأل على شوية من الخيالية نتاع العلاج. برجوا ليا الاولاد، طب احسن لحظات العيد الكبير كي تمشي للرحبة الصباح وتفيق نهار العيد بكري. والله يا الاولاد ما فماش عيد وما فقش شيء بكري. وبما اني الايامات هذه الكل وليت نفيق بكري نمشي مع بابا لسوق العلاج، فجأت اشوام العلاج. وبربي الخطاب هذا لكل واحد عنده علاج يبيع فيهم في السوق، مش كأنه شو من علاج تخس شوية 3 ملايين تزيكم. زعما عزيزي المشاهد، كان باش تشتري كبش عندك حلين: بيع داركم باش تشتريه والا تبدلوا مع اخوك الصغير اكيد وبيان سور، وهذا ما فيش حتى نقاش باش تركب انت وبوك من تالي والكبش والشوفير من قدام. وبربي علاش ارخص علوش ب2.5 يموت واحد نهار العيد؟ هو من ناحية تيموت راه مش نهار العيد، قبل العيد بنهار، خاطر مش كان اسوام العلاج خيالي، حتى اسوام القرد زاد روعة. فوالا القرد اغلى مني انا. وبربي الحاجة اللي ما فهمتهاش لتو كيفاش علوش كي هذا ب2.5 يطير يتكلم يزحف. فسرولي بركة شنية الحكاية، شنية مهمته اصلا؟ في مسكين تحسه مأيس من الحياة، تحسه كيستادات تونس تقول ضاربوا البرص. سبحان الله، ديما البياعة نتاع العلاج مطيحين في العلوش 300 دينار ينقص بلا. والعرض الاقوى في هذا الكل راجل يمضي في الماس بتاع الحوم، ما يخدمش عام كامل ويجي نهار العيد يعوض العام اللي فات والعام الجاي. شو عملنا لك؟ زوز ماس 30 دينار تذبح حدها تبقى العام الجاي ماضيه. وبربي رساله لاي حجام في تونس، علاش في الايامات العاديه تخدم ب 3000 يقرب العيد تولي الحجام ب 6000؟ شو عملنا لك؟ ولا اقوى واحد فيهم الكل يذبح الجيرانكم اللي ما يعرفوش يذبح، يجيب باش يذبح يخلصوه زيد يقعد ياكل معاهم يقسم معاهم العلوش. اصلا خويا مبل تي ممس برا ينعل. وبربي رساله للعلاج تاعهم متنا بعبيع الخايب نتاعك. لا في الماضي ساعه نتاع الليل تفيق تبدا تبعبع جينا نرقد نقص بلا واحد نتاعك. والله يا الولاد حط راسي على المخده يبدا هو يبعبع. المشكله راهو في النهار يبقى ساكت. ان شاء الله ربي يهديكم. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ونقولوا اللهم لا تحرم يتيم من فرحة العيد وانصر اخوتنا في غزة.